وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معكم محمد من قناة زمالك السي 8. والنهاردة يا شباب عندنا تقييم لعبة الزمالك في ماتش فاركو. والماتش كان متكافئ نسبيا. الماتش كان من وجهة نظري كزملكاوي متوسط في الأداء الزمالك، لأن أداء الزمالك ما كانش أفضل حاجة برضو، بس كنا بنمسك كورة برضو. ودي أحسن حاجة، إن احنا كنا مستحوذين على الماتش، وده الطبيعي إن احنا نستحوذ على الماتش عشان احنا نادي الزمالك احسن نادي في مصر حاليا. ان احنا دلوقتي متصدرين الدوري وراكبين الدوري، واللي انت عايز تقوله قوله، والزمالك فوق وهم تحت. كيمي كيمي كي والكيمي كيمي كا ما فيهاش. هم تحت السادس تقريبا واحنا فوق. هو ايه اللي قالوا شيكابالا؟ ان احنا نفنش تاني هيكون كويس. لا يا شيك، انا اختلف معاك. احنا نفنش اول، احنا مركز الاول. ليه تاني ونكسب الكونفدرالية؟ اللعيبة مش وحشة، اللعيبة رجالة، وبيثبتوا كل ماتش ان هما رجالة، وكل ماتش بيثبتوا ان هما اساطير. يعني ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ برضو كان في كام لعبة كده حلوين في النص. في بداية الشوط التاني. هو الشوط الأول دايما كده عند الزمالك، بينام الشوط الأول. الشوط التاني بص بيبقى حاجة تانية خالص، حاجة 19 خالص. بينفجر الزمالك، بينفجر الشوط التاني. تحس كده المدرب بقول لهم على حاجات بيلعبوا على شرفهم. الشوط التاني فعلا في حاجة غريبة بتحصل. الشوط الأول مفيش، نايمين. الشوط التاني ندخل أداء تاني، حاجة تانية، أسلوب تاني، كل حاجة تحصل في الشوط التاني. ودي حاجة حلوة مش وحشة. بس احنا عايزين بعد كده الماتش كله، الماتش كله من أوله لآخره ضغط وقوة وإجوان وكله. وهنيجي دلوقتي عند الفقرة اللي انتوا بتحبوها وانا بحبها شخصيا، تقييم لعيبة الزمالك. وهقول لكم دلوقتي على التشكيل بتاع امبارح. تشكيل: محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر على اليمين، فتوح على الشمال، حسام عبد المجيد والونش قلوب دفاع. مركز 6 دونجا، 8 عبد الله، ناصر ماهر 10، خوان الفينا الاسطوري جناح يمين، شيكو بانزا جناح شمال هو صاحب الهدف، عدي الدباغ مهاجم صريح. لا بالمرة هقولها لكم عشان نبدأ نقيم واحد واحد بعض التشكيلة. نزل الدقيقة 58 بنتايك، الدقيقة 70 نزل 3 لعيبة: محمد شحاتة، ناصر منسي، ادم كايد. نزل الدقيقة 83 احمد شريف. اول واحد هنقيمه واللي هو محمد صبحي. محمد صبحي اسطوري، محمد صبحي عالمي. محمد صبحي كل ماتش بيثبت لي ان هو حارس عالمي واسطوري، وقادر ان هو يشيل نادي الزمالك. فمحمد صبحي هديله 9، يستحقها ويستحق اكتر كمان. المهم عمر جابر كان كويس برضو، بيزيد بس مفيش. ليه عمر جابر ما بترفعش ولا كرة صح؟ ولا كرة عمر جابر رفعها صح. عمر جابر هديله 8. ماشي. حسام عبد المجيد والونش الاتنين هقيمهم مع بعض، لان الاتنين جامدين، الاتنين مستواهم بيعلى كل مرة، الاتنين مستواهم اسطوري، والاتنين فاهمين بعض. 9 و9. فتوح ما كانش في حالته النهاردة خالص، فتوح ما كانش جاهز النهاردة خالص. فتوح هياخد 4، كانش جاهز. دونجا عالمي، بس دونجا ما تزيدش كتير. انه كام كورة لعبتهم، واحدة في المدرجات، واحدة
في المدافعين وما شوتش بعد كده. فيا دونجا انت بس في الالتحامات وان انت تاخد كورة جامد، هديله 8 جامد. عبد الله السعيد، يا عبد الله هديلك كام يا عبد الله؟ عبد الله المايسترو، عبد الله الاسطوري، عبد الله هديله 9/10. وكان نفسي اديله 10/10 بس ما عملش حاجة، ما عملش اسيست ولا جوان ولا حاجة، بس هو ورا وقدام فاجر. ناصر ماهر، انت برضه لسه عندك حتة الانانية، مش عارف ليه من ساعة ماتش سيراميكا بعد كده اناني ليه؟ العب مع زمايلك وهتيجي لك الجرة وهتسجل. عموما يعني احسن من الماتش اللي فات في الانانية، بس هديلك 7. اخوان الفينا اداء جامد. اشمعنى اخوان الفينا؟ يعني اشمعنى اخوان الفينا اللي بتنزلوا فيه ضرب ومش عارف ايه وزق وكده؟ اشمعنى؟ وعندك في الفريق التاني البالونة ليه محدش بيلمسه؟ مش فاهم انا. كان البالونة الماتش بتاع المحلة ضربة جزاء على البالونة وما اتحسبتش، وفي شيكو بانزا كان ليه ضربة جزاء وما اتحسبتش. انا الفينا انا هديلك 9 برضو. كان نفسي اديك 10 بس برضو ما عملتش اللي هو اسيست ولا جوان ولا حاجة، بس جامد. وما تقلقش انت عشان لعيب وحارقهم كلهم، كل المنظومة حارقها. علشان ايه؟ انت احسن من البالونة. ها، برافو وشابو جون ادوارد اللي جاب اخوان الفينا. شيكو بانزا جامد، جاب جون طريقة رونالدينيو كده، فاجر. فهديلك 8. صح انت جبت جون بس الشوط الاول برضو كانت مش ماشية معاك. عدي الدباغ تحركات اسطوري، تحركات عالمي. كان نفسي لو النهاردة تسجل اول اهدافك، نفسي. فهديلك 8. بنتايك نزل يعني عدل الامور شوية برضو، فهديله 6. محمد شحاتة مشفتوش كتير، فمحمد شحاتة هديله 7. ناصر منسي جاب كورتين في العارضة، مش يعني الحظ واقف معاه، مش عارف ازاي واقف عليه مش معاه. كورتين في العارضة فهديلك 8 زي عدي الدباغ. وادم كايد الصراحة في شوطة كده عالمية، لو كانت دخلت بس كان هيبقى هدف حتة تانية. فانت يا ادم هديك 7 برضو. احمد شريف نزل دقيقة 83، شات كام شوطة برضو، بس مش هنعمله تقييم ان هو برضو نزل متأخر، فمفيش تقييم. وبس كده. لو اول مرة تشوفني او اول مرة تتابعني ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل فيديو جديد يوصلك. واهم حاجة اشترك في القناة، احنا خلاص قربنا نوصل 1000 مشترك. سلام.